آخر اللي هو اختراق الاتحاد الأرجنتيني ومنصاته، بياناته، هجمة سريانية متعلقة بالاتحاد الأرجنتيني أعلن عن تنفيذها مجموعة من المؤثرين وكذلك المختصين الهكر في من دولة مصر. خوتنا في مصر الله يبارك، اليوم المونديال يقترب من النهاية وما زال النضال مستمر. يعني تحية خاصة للأشقاء، الرسالة وصلت، تجاوزت جميع القارات والعالم اليوم ما زال يتكلم على الأرجنتين ومصر، وبرافو للمصريين على هذا النضال. كابتن جر طريف، وخفة دم المصريين راهي لا تنتهي ولا تتوقف. انت شوف المصريين عندهم خفة دم يعني معروفة، يعني الحالة معروفة يعني، والمصريين ما راح ما يسيبوش الموضوع يعني يعني نهزموا في الملعب، راحوا لهم في الانترنت. يعني هذه من طرائف المونديال، لانه انا ما سمعتش بالحكايه هذه، انا نسمع من عندك الان، لكن اول مره نشجع على الشيء هذا، نقول لهم برافو. لكن الارجنتين باقيه في المونديال يعني بالرغم من كل شيء. مصر سوت اللي عليها في المونديال هذا ومشكوره، والشباب هذو اللي اخترقوا بيانات الاتحاد، موقع الاتحاد الارجنتيني واعلنوا شوف شنداروا يا جمال، اعلنوا قالوا ان احنا فزنا على منتخب مصر بمساعده الحكم. خلاص عدلوا النتيجه، مصر عدلوا النتيجه خلاص. هذا التفكير شفته في الشغف اللي عشته في السعوديه، وكذلك اللي نشوفوه من الشعب المتيم بكره القدم الجزائري. لا شوف، ولا في اختلاف؟ لا في اختلاف، لانه المصريين عندهم الشغف تاعهم يروح يعني في سياق فكاهي في نفس الشيء يعني. عندهم الشغف لكن فكاهيين في نفس الوقت. يعني كيف تفكر تخترق الحساب وتكتب انه فزنا على المصريين بمساعده الحكم. يعني المصريين معروفين كما قلت لك بخفه دمهم، ويعني خلوا اللمسه تاعهم في المونديال هذا بكل الطرق. خويا مصر ام الدنيا، لازم تسوي الحركات هذه يا خويا. برافو، يعطيهم الصحه انهم اخترقوا طيب جمال بالعمري يدعم ويشجع هذه الاجراءات. كابتن فتحي، اعتقد ان لكن المصريين يحبوا مصر، لكن بمعدلات تشعر بانها اعلى. دائما المصريين زايدينها حته. شوف، الشعب المصري ذكي جدا، والشعب المصري ضامر ياسر ضامر، وكي الضمار نتاع الشعب المصري يختلط معاه شعور بالظلم. ضمار وظلم يعطيوك حاجه قنبله نوويه، معناها شيء كبير، لانه مش سهل الساعه اختراق الاتحاد، الموقع نتاع الاتحاد الارجنتيني. أكد لك وأنه اخترقوه بطريقة ذكية عجيبة جدا. معناها قولوا الأرجنتينيين ما لا يصدقه الأرجنتينيين أنفسهم. قولوهم كون مصر ظلمت، قولوهم وكون الحكم ساعد الفريق الأرجنتيني، وبطريقة فعلا معناها سامحني بذكاء كبير جدا. أنا شوف نحكيو لأن هي ضامرة وحلوة في نفس الوقت. لو الهجوم هذا جاء في ال10 دقائق الأخيرة نتاع المقابلة لو الهجوم هذا جاء في ال10 دقائق المرعبة نتاع المقابلة اللي تغيرت فيها كل المعطيات، عنده الحق الشعب المصري. الشعب المصري طريقته بالدفاع على حقوقه، على فريقه، على العرق نتاع اللاعبين نتاعو، طريقته في الدفاع أفضل طريقة هو يهاجم الخصم في الميدان نتاعو، طريقه غير مباشره، وهذه لا فيها فار لا شيء. فماش الفار هذا، ما تدخلش الفار. طيب. وبالتالي تحيه للاشقاء في مصر، تحيه اسامه الموضوع كبر في عديد الجبهات. اعتقد ان الغالبيه المطلقه للشعب المصري تناول هذه المواضيع. تخيل شفت مقال لوالدة حكم المباراة اللي هو الفرنسي،
قال لك احنا ما نتبعوش رانا في الكوره، ونعرفوا ان ولدنا حكم كره قدم ونشجع في المنتخب الفرنسي فقط. قال تفاجأنا بعد المباراه بالرسائل، كنا نعتقد ان الامر طريف وبسيط. التواصل الامر لجميع اركان العائله، واصبحت الرسائل بالعشرات الالاف وشيء لا يوصف. صحيح. لدرجه ان الناس خافوا. طلعت والده هذا الحكم وطالبت ان الناس يتضامنوا معاها، قدمت شكوى في مركز الشرطه اللي جنبهم، قدمت بلاغ في السفاره المصريه، وقالوا قاعدين نعيشوا في حاله رعب. يعني تحكي على 120 مليون وبين قوسين المصريين بقوتهم في الكوميونيكيشن، في التواصل. انت قلت حاجه مهمه، ديما تشعر ان الشعب المصري يحب بلاده اكثر من باقي الدول، لكن هو ممكن نوع التعبير اكثر. المصريين يعرفوا يعبروا كويس حتى على مستوى النقاش وحتى على مستوى الحوار. عندهم الملكه، ملكه التعبير وملكه انا شفت حاجه لزوج خالته وصلوا في ايوه تلقى، لان من اصول عربيه زوج خالته، فتلقى عشرات المكالمات لانه يفهم عربي. فزوج خالته قال انا طيب. صح اصولي عربيه لكن ما نعرفش حتى نحكي عربي، نسيت حتى الكلام العربي. اليوم صار